السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي، وحشتوني جدا. عايزك تركز معايا في الفيديو ده عشان خاطر الكلام اللي انا هقوله تقيل جدا، وبالذات على جماهير نادي الزمالك. ومش حابب ان جماهير نادي الزمالك تزعل من الكلام اللي انا هقوله، عشان الكلام اللي انا هقوله هو مش هيزعل او ان انا هجيب في سيرة الزمالك خالص. لا، ده هو كل الحكاية ان انا هتكلم بموضوعية شوية. فهنتكلم عن انتقال احمد قندوسي من وفاق سطيف الجزائري الى النادي الاهلي المصري، وهنتكلم عن مشاركة النادي الأهلي إلى كأس عالم أندية، وإيه المفروض الإدارة الفنية تاخد بالها منها في كأس عالم أندية اللي هيتلعب في المغرب. فطبعا قبل ما ابتدي الفيديو ما تنساش تجهز المشروب بتاعك عشان خاطر تركز معايا في الكلام اللي انا هقوله كويس، ومن ناحيه تانية ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ودلوقتي اقدر اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الايام اللي فاتت سمعنا ان نادي الزمالك عايز يتعاقد مع احمد قندوسي من نادي وفاق سطيف، وكانت الصفقة كانت شبه اتحسمت بنسبة 90% لنادي الزمالك. ويظهر علينا النهاردة ان النادي الاهلي هو اللي تعاقد مع احمد قندوسي من وفاق سطيف الى صفوف النادي الاهلي بعقد لمدة 4 سنين ونص. تمام لحد كده؟ تمام. طبعا السوشيال ميديا بتاعت الزمالك النهارده كانت طالعه بتتكلم ان بتقول لك ان النادي الاهلي ما فكرش في احمد قندوسي الا لما نادي الزمالك فكر ان هو يشتري احمد قندوسي. تمام. لا، اللي انت ما تعرفوش ان النادي الاهلي كان عايز احمد قندوسي من سنه فاتت، لدرجه ان بيتسو موسيماني هو اللي وقف في الصفقه والصفقه ما تمتش. وطبعا كان في الكام يوم اللي فاتوا او في الفتره اللي فاتت اللي احنا سمعنا ان نادي الزمالك عايز يتعاقد مع احمد قندوسي من وفاق سطيف، فكانت الصفقه تمت بنسبه 90%. فعلا احمد قندوسي كان خلاص هيروح نادي الزمالك، بس النادي الزمالك ما كانش حاطط احمد قندوسي اساسي، كان حاطط مروان عطيه لاعب الاتحاد السكندري السابق ولاعب النادي الاهلي الحالي. فبالتالي هو كان حاطط احمد قندوسي بديل لمروان عطيه. فطبعا بعد ما مروان عطيه راح النادي الاهلي، فهو دلوقتي كان بيفكر انه في احمد قندوسي، لدرجه ان هم دلوقتي بيقولوا ان النادي الاهلي ما فكرش في احمد قندوسي الا لما نادي الزمالك حط عينه عليه. لا، النادي الاهلي كان حاطط عينه على احمد قندوسي، ده كان من سنه. وبعدين ازاي لاعب زي ده النادي الزمالك يفكر فيه ان هو يبقى لاعب بديل للاعب مصري؟ احمد قندوسي اتكلمنا عليه السنه اللي فاتت لما كان النادي الاهلي كان حاطط عينه عليه، لاعب دينامو في خط النص. ده غير ان هو بيجيد اللعب في 4 مراكز في الملعب. تمام. فبالتالي دي كانت هتبقى لنادي الزمالك صفقه رابحه جدا جدا جدا، لان انا اتكلمت فيه الموسم اللي فات او السنه اللي فاتت وقلت عليه ده هيبقى لو جه الاهلي هيبقى دينامو خط النص اللي هيبقى بيحرك كل لاعب في الملعب. انما يبقى بديل لمروان عطيه، ومروان عطيه ينتقل للنادي الاهلي، ومن ناحيه تانية انك انت تفكر في احمد قندوسي بعد مروان عطيه، وكنت بتفاصل في الصفقه اللي كانت هتبقى رابحه معاك، فدي كانت اكبر مشكله حصلت مع نادي الزمالك. فطبعا دخل الاهلي بمعنى انت لسه هتفاصل، لا انا عايز اللاعب. وفعلا تم التعاقد مع احمد قندوسي للنادي الاهلي بعقد يمتد ل4 مواسم ونص. 4 مواسم ونص، في حين ان النادي الزمالك كان بيفاصل في الصفقه اصلا. انت واحد عايز تدعم الفريق بتاعك، المفروض تخش بكل قوتك في اللعيبه كلها، انك انت عايز تشتري. يعني انت اشتريت ناصر منسي، وكنت بتفكر في احمد قندوسي اللي بقى لها 4 ايام بتتعاقد مع لاعب. هتقول لي ما هو النادي الاهلي اللي بيتعاقد مع موليكا بقاله تقريبا اسبوعين. هقول لك النادي التركي بيفكر في مبلغ كبير. انت بتتكلم في 6 مليون يورو، 6 مليون يورو في لاعب افريقي. احمد قندوسي كان جاي لك او انك انت كنت بتتكلم في 1,200,000 دولار، وهو النادي كان عايز 1,500,000 دولار. انا بتكلم بالوايم، يعني انا بتكلم في السعر بالوايم. انت واحد داخل عايز تشتري لاعب سوبر، المفروض انك انت بتدخل بتقلك كله، انك انت معلش هتاخد لعيب سي مثلا زي ما انا ما قلت ب 1000 1,500,000 دولار، وانت بتفاصل عليه ب1,200,000.
يعني يعني الصفقه راحت منك عشان خاطر 300,000 دولار. هو كده 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 او كده كان في نهايه الموسم كان خلاص احمد قندوسي كان خلاص هيسيبه فاق سطيف، كده او كده كان هيمشي. فطبعا مليون ونص دولار بالنسبه للاعب زي ده لنادي بتاعه، فانت بتتكلم في كلام فارغ. ايه مليون ونص دولار؟ بس هي دي الفكره من ناحيه احمد قندوسي، اللي الناس النهارده طالعه بتقول النادي الاهلي فكر في احمد قندوسي لما الزمالك فكر فيه. لا، النادي الاهلي مفكر في احمد قندوسي من سنه فاتت، بس بيتسو موسيماني هو اللي كان رافض الصفقه. فتخيل انت بقى لما السوشيال ميديا اللي هي بتاعه النادي الاهلي، اللي هم جماهير النادي الاهلي، طالعين النهارده بنكته بيقول لك نادي الزمالك كان عايز يتعاقد مع احمد قندوسي لتعويض مروان عطيه، فاحمد قندوسي انتقل للنادي الاهلي مع مروان عطيه. ما فعلا دي نكته. يعني فعلا اللي احنا عايشينه النهارده كجماهير اهلي، وانا واحد منهم من جماهير الاهلي، فعلا هي نكته. يعني انت عايز تتعاقد مع لاعب عشان خاطر اللاعب اللي انت كنت حاطط عينك عليه راح للنادي الاهلي، فالنادي الاهلي خد اللاعب اللي انت كنت بتفكر فيه واللي هو مروان عطيه، وخد احمد قندوسي كمان معاه. يعني 2 لعيبه راحوا للنادي الاهلي اللي انت كنت بتفكر فيهم. نيجي بقى على الموضوع التاني ومشاركة النادي الأهلي في كأس عالم أندية، واللي خلاص النادي الأهلي النهاردة راح إلى الأراضي المغربية للتدريبات قبل بطولة كأس عالم أندية اللي هتبتدي في يوم 1/2 أو يوم 1 فبراير. وبداية المباراة اللي أنا مستغربها بصراحة، بداية البطولة هتبقى الأهلي وأوكلاند سيتي، اللي هو النادي النيوزيلندي او الفريق النيوزيلندي. طول عمرنا بنسمع ان البلد اللي بتستضيف البطولة الفريق بتاعه اللي هو الوداد المغربي هو اللي بيبتدي البطولة. تمام؟ لا، حصلت ان النادي الاهلي هو اللي هيبتدي البطولة، بما ان هو كان حاصل مركز تاني على دوري ابطال افريقيا، فهو النادي اللي يستحق الدخول في كاس عالم اندية بعد الوداد المغربي، عشان الوداد المغربي هيلعب بما انه الفريق بتاعة البلد المستضيف. وصراحة من اللي انا شايفه من جماهير الاهلي ان احنا كجماهير اهلي باصين لمباراة ريال مدريد ونسينا اوكلاند سيتي اللي هي اول مباراة، اللي هي المباراة الافتتاحية، والماتش اللي بعده يعني يعتبر جماهير الاهلي في اعتقادها ان احنا خلاص هنكسب اوكلاند سيتي وهنكسب الفريق الامريكي اللي هو اللي هيقابلنا بعد اوكلاند سيتي، وبعد الفريق الامريكي هنقابل ريال مدريد. ونسينا الفرقتين، يعني احنا بنبص ريال مدريد واحنا لسه هنلاعب فرقتين قبل ريال مدريد، وان احنا خلاص كسبناهم وبنفكر في ريال مدريد. لا، الموضوع مش كده. الموضوع انك انت لازم تاخد كل مباراة على طبيعتها، لازم تفكر في المباراة اللي انت هتلعبها، اللي هو بيعمله فعلا مارسيل كولر. مارسيل كولر اللي عاجبني فيه ان هو قالها كذا مرة ان انا ما بفكرش في اخر البطولة، لا ده انا بفكر في المباراة القادمة، المباراة اللي جاية لازم اخدها بمحمل جد عشان خاطر ما تصدمش من اللي هيحصل. وطبعا لو هنيجي نتكلم على اوكلاند سيتي، اوكلاند سيتي مش فريق مش سهل. فريق المدير الفني بيقول لك انا عارف النادي الاهلي ان هو ما خسرش في الدوري بقاله 15 مباراة. يعني هو عارف ان النادي الاهلي ما خسرش في الدوري اللي هو النادي الاهلي بيلعبه، ما خسرش من اول الدوري لحد دلوقتي. 4 تعادلات و11 مكسب، 4 تعادلات و11 مكسب. فانت بتتكلم في مدير فني كان بيذاكر النادي الاهلي، شاف كل مباريات النادي الاهلي في الدوري المصري، وعرف مارسيل كولر بيفكر في ايه. اذا هو عارف خطورة النادي الاهلي فين. طبعا احسن حاجة عجبتني في مارسيل كولر ان هو ما لعبش اللي هو محمد الضاوي اللي هو كريستو الشهير بكريستو، واللي هيبقى انفجار في كاس عالم اندية ان شاء الله احمد ولا محمد الضاوي اللي هو كريستو. فدلوقتي في موجود كريستو، وفي اللي احنا كجماهير اهلي معتبرينه ان هو صفقه جديده محمود عبد المنعم كهربا. ده غير خالد عبد الفتاح، ده غير مروان عطيه، ده غير احمد قندوسي اللي اول ما عرف ان هو هينتقل للنادي الاهلي مضى في ثانيه وراح عشان خاطر كاس عالم انديه. اهو انت بتتكلم في كاس عالم انديه، معلش مع احترامي لكل واحد بيسمع الفيديو، انا واحد قدامي نادي
عايز يتعاقد معايا، ونادي تاني عايز يتعاقد معايا، بس الفرق بين النادي الاولاني والنادي التاني ان النادي التاني هيلعب في كاس عالم انديه بدون تفكير. من غير تفكير اكيد هيمضي للنادي التاني، حتى لو هياخد فيه راتب اقل من النادي الاولاني اللي هو كان النادي كان بيفكر ان هو يتعاقد معاه بيه. ومن ناحيه تانيه بقالنا كام يوم كده بنسمع تصريحات من لعيبه النادي الاهلي، سواء كان برونو سافيو او النهارده احمد عبد القادر. برونو سافيو اللي من يومين ثلاثه طالع بيقول احنا مش باصين ان احنا ناخد ميداليه من كاس عالم انديه، احنا باصين ان احنا ناخد البطوله كلها. يعني انا ذات نفسي استغربت تصريح زي ده من لاعب لسه جديد في النادي الاهلي، واساسا ما بيقدمش المطلوب منه مع النادي الاهلي في الدوري المصري. ممكن تكون انفجار، ممكن تكون مارسيل كولر قال له نام شويه، ما تحسسش اللي قدامك ان انت بتعرف تلعب عشان خاطر تبقى ورقه رابحه في كاس عالم انديه. دي حاجه انا مش عارفها. ويطلع النهارده احمد عبد القادر لاعب النادي الاهلي يطلع يقول لك ان احنا حاطين عينينا ان احنا ناخد البطوله. فانت بتتكلم ان لعيبه النادي الاهلي نازله بحماس لدرجه ان هم ما بيفكروش ان هم ياخدوا برونزيه، واللي احنا ان شاء الله بنفكر في اللي احنا ان شاء الله بنفكر في ميداليه تانية. يعني انت لو خدت مثلا الفضيه فده بالنسبه لنا برضو حاجه كويسه. ومن ناحيه تانية يطلع وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي الحالي والمدير الفني للوداد المغربي السابق، اللي هو كسب الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا وحصل على البطوله، يطلع يقول لك النهائي هيكون ما بين ريال مدريد والوداد المغربي. قول والله العظيم، يعني انت تفكيرك كله وصلك انك انت توصل نهائي قدام ريال مدريد، تمام؟ يعني انت عديت الهلال السعودي اللي انت هتلعبه والفريق اللي بعد كده ووصلت النهائي كمان. انا مش فاهم طريقه التفكير بتاعه وليد الركراكي بيفكر ازاي بجد والله. مدير فني ناجح، بس انت ما تسبقش الاحداث. ما ينفعش، ما ينفعش. انت عملت ضجه كبيره في كاس العالم اللي فات مع المنتخب المغربي، وعمرك ما طلعت بتصريحات زي كده. دي حقيقه. انما مع الوداد المغربي بتطلع بتصريحات بقلب جريء، انا مش فاهمها، انا مش متوقعها بصراحه. معاك انك انت بتدعم الفريق بتاعك او الفريق اللي انت كنت بتدربه، بس مش لدرجه انك انت وصلت نهائي مره واحده. اذا كنا احنا كجماهير اهلي ما فكرناش ان احنا عايزين نوصل للنهائي، احنا بنقول ربنا يسهل ونوصل للنهائي. انت طالع بتقول النهائي هيكون ما بين ريال مدريد والوداد المغربي. ف صعبه شويه، صعبه والله. نيجي على الجانب الاخر ان لعيبه النادي الاهلي بتفكر ان هي تاخد البطوله. طبعا ربنا يسهل في كل حاجه، وان شاء الله ناخد ميداليه تانية غير الميداليه البرونزيه، وان شاء الله لعيبه النادي الاهلي تكون على قد المسؤوليه وان هم ينزلوا 11 راجل فعلا في الملعب، سواء بقى كان قدام اي نادي او قدام اي فريق، لانك انت بتلعب بتيشيرت النادي الاهلي، وان شاء الله يبقى عندك الحميه انك انت تعمل كتير في البطوله دي. ودلوقتي وصلنا لنهاية الفيديو. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي رأيك في الكومنتات، ولو انت بتتابعني من عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الجديد بتاعي. ويا ريت انك انت ما تنساش تدعمني بلايك. ولو انت بتتابعني من عن طريق الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو او متابعه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الجديد بتاعي. ويا ريت انك انت ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الجماهير المصريه. ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.